ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض طبق البليلة القمر اللي انتوا شايفينه. طبق بليلة هننافس بيه اكبر المحلات. بجد كده كله قيمة غذائية عالية، مفيدة بقى للجسم، مفيدة لأطفالنا، يعني مفيدة للكبار والصغار، كلهم بنحبوها، يعني كلنا بنحبها، سواء كبار سواء أطفال، يعني كلنا بنعشق البليلة. طبعا هي البليلة طبعا مفيدة جدا للأطفال لأنها بتحتوي على كالسيوم، والكالسيوم بيساعد في بناء العظام. وطبعا البليلة من الحبوب الكاملة، يعني كلها ألياف، يعني مفيدة للجهاز الهضمي. تعالوا نشوفوا عملنا الجمال والحلاوة دي ازاي. معانا هنا كده القمح بتاعنا أو البليلة. وطبعا غلة البليلة غير الغلة اللي احنا اللي بيتصنع منها الدقيق أو بنخبزه بيها. الغلة البليلة بتكون بيضة، لكن الغلة بتاعت الخبيز أو الدقيق بتكون غامقة شوية. طبعا هنا بنجيب البليلة زي ما انتوا شايفينها وننقيها ونطلع منها كده اي حباية مش مستحبة او زلطة او حصواية. بعد كده بنغسلها تحت المية الجارية غسيل حلو، مرة واتنين وتلاتة ولحد 5 6 مرات لما تبقى المية بتاعتها بيضة زي القشطة. بعد كده انا نقحت البليلة زي ما انتوا شايفين، ونقحتها بمية سخنة، عايزة تنقعها بمية من الحنفية عادي مفيش مشكلة، بس في الأثناء ديت مدة النقع هتبقى طويلة شوية. بعد كده ما نقعناها أو في أثناء النقع طبعا بنغير عليها المية مرة واتنين وتلاتة واربعة، عشان تبقى كده لونها أبيض زي القشطة. بعد كده جبنا اللي حطينا الحلة على النار وحطينا فيها المية تغلي زي ما شفتوا، وسقطنا فيها البليلة. وطبعا مع التقليب بقى، وشايفين كده البليلة لسه لونها غامق لانها لسه في المرحلة الاولى من السوى. البليلة بتاخد كده مراحل في عملية السوى، كل ما تغلي كل لونها ما يفتح معاكي وتبيض معاكي، وكل ما تتقل معاكي. بعد كده لما لقيناها غليت نوطي بقى كده عليها النار ونسيبها براحتها تاخد وتدي مع نفسها. انا هنا العيون كنت مشغلاها علشان كنت غاسله البوتاجاز، وقلت ايه اشغل العيون عشان لو في ميه ولا حاجه. بعد كده شايفين بقى كده جمال البليله دخلت اهيت في عمليه السوى، يعني لونها ابيض وفتح معاكي، والميه بتاعتها بدات ايه تتقل. انا مش بحط للبليله في السوى ولا رز ولا اي اضافات، هي البليله زي ما انتوا شفتوها بس. بعد كده يا حبايبي بقى هنعمل ايه؟ معايا بقى شوية نشا كده او معلقتين نشا هندوبهم في شوية مية، عشان هعمل بقى كده البليلة ايه باللبن. انا معايا كده اللبن بتاعنا زي ما انتوا شايفين، باي كمية بقى انت عايزة حسب افراد اسرتك. حطيت فيه كده شوية من السكر، والسكر حسب الرغبة، ممكن تحلي بعسل ابيض او سيرب من بتاع الحلويات، يعني حسب ايه ما انت عايزه. انا هنا كنت محليه بالسكر، باخد بقى كده من البليله واحط في اللبن واقلب بقى كده، وعشان كده ما يبقاش فيها حاجه لازقه او حاجه، خصوصا اللي احنا ايه هنضيف النشا. بصراحه انا مش كنتش بحط لها نشا، يعني ما كنتش بحط لها نشا الاول، بس لما شفت صاحبتي وحبيبتي امنيه حمدي حطيت لها نشا. بصراحه عجبتني الفكره بتاعتها، وطبعا هي افكارها جميلة وروتيناتها جميلة، واجمل قناة على اليوتيوب امنية حمدي للروتين والطبخ طبعا. وحطيت معلقة كبيرة برضو من الكريم شانتيه هتديلها برضو تست عالي. وما حطيتش فانيليا عشان الكريم شانتيه ريحته طبعا جميلة وكله فانيليا، وريحته طبعا بتقلب الدنيا. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، طبق بليلة يستاهل بقكم، مفيد ومغذي للكبير والصغير. وطبعا لو احنا طبعا في الدنيا حر طبعا هندخلها التلاجة. بقى طبعا في الشتاء بنحب ناكلها سخنة او دافية، طبعا بتساعد بقى كده في عملية النوم العميق في الشتاء لما ناكلوها دافية وكده. وجميلة جدا ومستحبة عشان بتدينا دفى وبتحسسنا كده بالشبع، وطبعا لما الانسان بيحس بالشبع بيبقى ايه بيتدفى كده وينام نوم عميق.
صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. انا هنا جملت كده طبق البليلة بتاعنا بشوية من جوز الهند والزبيب عندي من رمضان. طبعا ده كان الفيديو بتاعنا بتاع البليلة. يا رب كده الفيديو يعجبكم وينال اعجابكم، وطبعا ان عجبكم ما تنسوناش بقى كده في اللايك والشير. بعد كده غسلنا بقى كده المواعين بتاعتنا وفرزنا بقى كده بقية البليلة في اكياس. منين ما نعوز بقى كده نطلع ونحط برضو في اللبن. في ناس مش بتحبها في لبن، وفي ناس بتاكلها كده يا دوب تحط عليها شوية سكر وتسخنها وتاكلها كده. الاكل طبعا اذواق، وكل واحد حسب ذوقه وحسب رغبته. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم، وان عجبكم طبعا تفتكروني كده بدعوة حلوة من قلبكم. اشوفكم على خير، باي باي.